ألو. قالوا الموسوي. أريد أناقشك ببكاء الحسين. أنت قلت لماذا تبكون على الحسين؟ الحسين في جنة في جهنم. استغفر الله استغفر الله، يعني كيف تسأل هذا السؤال؟ فأنت تفرح أنه في الجنة أم تبكي لأنه في الجنة؟ أنا أفرح أنه في الجنة وأبكي بأنه قتل مظلوما. فأنت تبكي أنه قتل. وهذه سنة رسول الله. بس خليني أكمل 30 ثانية. كتاب إتحاف الخيارات المهرة بزوائد المسانيد العشر للبصيري، هذا عالم بكري. ماذا روى؟ وعن سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي نائما في بيتي صلى الله عليه وآله من عندي، فجاء الحسين يدرج. قالت: فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيقضيه. قالت: ثم غفلت في شيء فدب فدخل فقعد على بطنه. قالت: فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت فقلت: يا رسول الله، ما علمت به؟ فقال: إنما جاءني جبريل عليه السلام وهو على بطني قاعد، فقال لي: أتحبه؟ فقلت: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، ألا أريك التربة التي... غير صحيح، هذا حديث غير صحيح، كذب. هذا رواه عبد بن حميد بسند صحيح. أخي هذا كذب، عبد الحميد هذا كذب، والله كذب. هذا ما في حديث، رجال الصحيح. هذا يوم فرحت به آل زياد وآل... كتاب بكري، كيف تضعف الحديث على رأيك؟ صلوات الله على... اسمع حبيبي، واحدة. طيب الآن ثم أنت تقول تتبع سنتنا. لدينا أحاديث عن البكاء على اسمع الحسين. يا أخي الكريم، اسمع يا أخي الكريم. لماذا تضعف الحديث؟ أنا أقول لك لماذا الحديث؟ أنا أقول لك هذا الحديث ضعيف. أنا أقول لك ولكن علمائك يقولون بأن السند صحيح. الهيثمي يقول في المجمع: رجاله رجال الصحيح. هذا ليس عند الحديث صحيح. أعرف بين الفرق بين الرجال. بعد الأحيان كل متن ضعيف والرجال. الحديث مروي في مسند أحمد بن حنبل أيضا. والله ما يخليك تتكلم. وابن حبان. طيب أنا غادي ندير لك ميوت بعد تتكلم، خلاص ندير لك ميوت. هذا الحديث ضعيف، أنا أتيك به. طيب أنا نوري لك الآن الحديث بأنه ضعيف، والشيعة شوف غادي يقطع هذا الفيديو وما يبين كل شيء بأنه ضعيف. يلا راوينا ضعيف. هذا نهد 3 روايات تتكلم عن بكاء النبي صلى الله عليه وآله عن الحسين، وأنت ضعفتها بدون علم عن السند. أنا أتيك بكاء الرسول. اتيني على قتل الحسين. يا سبحان الله، هذا ليس عندنا أصلا. طيب شنو ليس هذا الكتاب؟ منين جبته أنا؟ لا أنا أقول لك هذا الحديث، هذا الذكر. طيب أنا أتيك به الآن. موجود في مجمع الزوائد، موجود في مسند أحمد، وأنت تقول ليس عندنا. موجود في صحيح ابن حبان. لا عفوا، أنا عندما أقول ليس هذا الحديث ضعيف، أنا أقول لك شوف الحديث إيش. الرسول يبكي، جاء جبريل. يلا اقرأ من فيصل نور، اقرأ إلى الرسول قال أن... أنا أنصحك أن تتوب، لأنك ضحكت وقلت بأن الحسين في الجنة ولا حاجة للبكاء، ونبيك كان يبكي على الحسين. لماذا جعفر الصادق لم يبكي على الحسين؟ 50 سنة. لماذا جعفر الصادق لم يبكي على الحسين؟ جاوبني. إمام جعفر الصادق بكى على الحسين، وأتيك في الرواية عندنا موجودة وفي كامل الزيارات. إني كرفاضلك يا إمام، هذا مين ولد الحرام. إني كرفاضلك يا إمام، هذا من كامل الزيارات موجودة الرواية الذي بكى فيها إمام جعفر الصادق عليه السلام. اسمع. قال ابن تيمية هذا الحديث غير صحيح. شوف يقول لك عندي عالم الآن أنا، هذا الحديث غير صحيح. الآن ضربتك ضربا. الآن سؤال، أين قال عن هذا الحديث؟ أين قال؟ شوف الآن في المجموع الفتاوى
هاي ومضى للحرب فترى بسم الله. خلاص الآن دقيقة الآن وين مجموع المساوي. الفتاوى؟ اقرأ لي النص كامل. اقرأ لي النص كامل. واحدة واحدة. طيب الواحدة. الآن أنت الآن هو هنا. شوف ماذا يقول الألباني؟ إنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الآخر فزعم إنه كذب، وهذا من مبالغته التافهة في من تسرعه في تضعيف الأحاديث. أنت تأتيني بابن تيمية الناصبي الذي يضعف أحاديث ابن تيمية ناصبي، والألباني غير ناصبي، يضعف الأحاديث مثلك. أنت صاحب هوى. الآن عندما ابن تيمية ضعف ناصبي، الألباني ناصبي. اتيني في تضعيف ابن تيمية يلا. والله هذا شوف الرافضي ما يتكلم، يتكلم الموسوي، تسمع لي ولا ما تسمعليش؟ هذه ميوت. اسمعك خلاص خلينا نكمل الآن. لا خلينا نتكلم. ابن تيمية أين قال ابن تيمية عن هذا الحديث بأنه ضعيف؟ دقيقة، ألم تقرأ الإمام الألباني قال بأنه ضعيف؟ قال ابن تيمية ضعيف. لا أنا قرأت بأن الألباني قال أن ابن تيمية يتسارع بتضعيف الأحاديث. أي حديث ضعفه؟ أي حديث؟ هو قمة أحاديث. الألباني يتكلم عن ابن تيمية بأنه يضعف أحاديث. أي حديث ابن تيمية ضعف؟ أي حديث؟ حديث الغدير مثلا ضعفها. غدير الخم كيف ضعفه في صحيح مسلم؟ هو ضعفها والله ضعفها. يا أخي لا، في صحيح مسلم ليس موجود اللفظ من كنت مولاه فعلي مولاه. صحيح في الترمذي الشاهد. وهو ضعف هذا اللفظ. الموسوي. هل أتكلم أم ما أتكلم؟ أنت سألتني سؤال أنا. لا خلاص أنت أقرأ ما قرأت. أنت قلت لي ابن تيمية ضعفه والألباني صححه. لا أنا ما قلت هذا الشيء. إيش قلت لي ابن تيمية ضعفه لأنه ناصبي. ابن تيمية ضعفها. أنا قلت الناصبي ابن تيمية ضعف هذا الحديث. ائتيني في هذا الكلام الذي ضعف به الحديث. ائتيني أول شيء. أريد الكلام كاملا. أي حديث. هنالك 3 أحاديث. أما الاستدلال بجواز النحيب على الحسين بنحيب النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أنه سيقتل فلا يصح ذلك. الاستدلال لا يصح. شد عليهم الله زينب بتحشم اخوها افوت بيهم يا شيخ. يلا كمل. الحديث لا يصح اصلا. تكلم عن الاستدلال. كمل الكلام يلا. والله شوف لماذا تغير كلام شيخ الاسلام؟ ما خلي موسوي تخليه يتكلم وما تتكلمش انا. يلا كمل. الان انت اتيت بحديث بان الرسول صلى الله عليه وسلم بكى. كمل الكلام من ابن تيمية. اسمع. يلا. اوكي. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى لقتل الحسين. طيب إيه هذا موجود عندكم؟ صح. طيب عندنا موجود. انا ابين لك نقطة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم بكى لأنه مات حسين بعد 50 سنة؟ أنا تنازلا هنا لأبين لك بأن هذه الاستدلال والله ضعيف حتى تنازلا. اسمع الموسوي. هل الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في صحيح ابن حبان وموجود في اسمع يا موسوي، اسمعني ايش اقول. أحمد بن حنبل إمام السنة. موسوي اسمعني ايش اقول. الموسوي أن مسنده صحيح. بكى بعدما مات 2000 سنة أم بكى أنه سوف يقع في المستقبل؟ شيء في المستقبل سوف يقع فحزن. طيب إيه ما بكى عن شيء وقع بعدين 1000 سنة. استغفر الله. وما الفرق؟ أوكي الفرق أنا أقول لك ما هو الفرق. الفرق الإنسان مثال ذلك أنتم ما عندكم يوم تضربون أنفسكم وتبكون لموت الرسول عليه الصلاة والسلام. ما عندكم يوم هذا. لو عندنا استشهاد النبي. أين في كربلاء في أي يوم؟ حتى في كربلاء موجود استشهاد. الوداع يا رسول الله الوداع يا محمد الوداع يا رسول الله